صباح الفل وصباح العسل وصباح كل حاجة حلوة. صباحكم فل وياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطيلي لايك حلو مني كده واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه، ودوس على زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هتعملي ايه يا ام غنى النهارده عندي عزومة. عندي عزومة وعايزة انجز. تمام. بصوا انا غاسله المواعين، بصوا الدنيا كلها نظيفه. غاسله المواعين من امبارح والدنيا كلها نظيفه وزي الفل. صلوا على حبيبنا كده، صلوا على حبيبنا وشفعنا يوم القيامه. هحط القعد بتاع اللحمه اهو. بسم الله بسم الله. تمام. عقبال ما اقطع اللحمه. اقطع بقى اللحمه دي. عايزه السكينه بقى حاميه عشان ايه. بسم الله. دايما بخلي الراجل يقطع لي من الموزه او الفخده. تمام. عايزه حد يمسك عليا. خدي يا عبي. ده 2 كيلو لحمه، وهعمل حاجات تانية دلوقتي هشوفوا. تمام. هقطعها كلها وارجع معاكم تاني. تمام. هعمل لهم محشي يا جماعه. بصوا عملت الحله دي كده، عملت نصها. انا عامله معاكم المحشي كتير، فانا هعمل لهم بقى محشي. عزومه يعني ايه؟ عزومه يعني محشي. فهعمل لهم بقى محشي وايه، وهتشوفوا معايا هعمل لهم ايه وايه تاني. كل حاجه هتشوفوها معايا، هوريكم يوم كامل وانا بقى ايه، وانا بعمل العزومه. تمام. ف جبت بقى الورق عملت بصله وحطيت عليها الطماطم. المهم سبكت الصلصه يعني. وبعد كده ايه، بعد ما سبكتها حطيت عليها قرن فلفل وغسلت الرز. يعني غسلت الرز وحطيت عليه قرن فلفل حراق. وحطيت الخضره. كنت جايبه النهارده خضره فريش كده ورحت حطاها. ورحت ايه، قعدت بقى الف انا وعبير. عبير بنتي لفت معايا الحبه دول وقالت خلاص يا ماما انا تعبت. تتدلع يا جماعه. البنت لازم تتدلع في بيت ابوها، مش اتدلعت في بيت ابوها هتتدلع فين؟ فنسيبها براحتها. مش عايزين ننكد عليها من دلوقتي نقول لها اعملي محشي، ما هي ما هتعمل. ياما هتعمل في بيت لما تتجوز ان شاء الله باذن الله. يعني اما تكبر كده وتتجوز لسه بدري عليها. فايه، فياما هتعمل. مش عايزين بقى ايه نيجي عليها. يعني مش عايزه اجي عليها واقول لها اعملي يا عبير. حط اللايك مش تنسي اللايك. وصلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامه. صلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامه. بصوا عملت اهي الحله اهي. وغنى بقى مع باباها خدها مسكت فيه بعد الفطار. انا بعمل دلوقتي المحشي يعني بالليل عشان العزومه مصبحه يعني الصبح. العزومه هتبقى تاني يوم. فانا مجهزه من بالليل وبلف المحشي الساعه دلوقتي 12. بلف المحشي الساعه 12 اهو. يعني ايه، مش بلفه بدري قوي عشان اللي ايه يبقى صبح وحلو. مش بحب اقعد المحشي كتير في التلاجة او في الفريزر. تمام. انا مش بحطه في الفريزر، بحطه في التلاجة من تحت. بحطه كده في التلاجة من تحت وايه. وتاني يوم تاني يوم بقى اعمله. بعد ما اعمل عشان بس ايه مش يبقى
اصل الصبح بقى هيبقى ورايا حاجات كتيره، فهعملها معاكم يعني، هتشوفوا معايا كل حاجه دلوقتي في الفيديو. تمام. فايه، هوريكم بقى كل حاجه، هوريكم وانا بسوي ده كده. كان عندي ورق قديم، بصوا كان عندي ورق قديم. الورق ده اخضر، مش عايزه اخضر كتير في الحله. وده كان ورق قديم في التلاجة اهو في الفريزر. فانا قلت اعمل منه الاول، عملت شويه والحبه التانيين ما رضيتش بقى اعملهم عشان مش عاجبني الورق اخضر. الورق اللي هو كان في التلاجة فيه منه اخضر كتير، فما رضيتش اعمله. والكرومبه دي جايباها النهارده صبحه. الكرومبه دي جايباها النهارده صبحه، رحت انا وعمر رحنا السوق بقى جبناها، ما شاء الله يعني كبيره. تمام. الكرومب بكام يا ام غنى في السوق؟ ب 15 جنيه. الكرومبه الكبيره اللي تلف حله قد دي وتفيض كمان ب 15 جنيه. وفي كرومبه صغيره تعمل حله صغيره ب 10 جنيه. تمام. وده كرومب يا جماعه مش بلدي، مفيش كرومب بلدي في السوق. مفيش كرومب دلوقتي بلدي في السوق. كل الكرومب اللي في السوق بط، اللي هو اللي مش بلدي ده، بس بيبقى مسكر وحلو. مفيش الا هو يعني. هنعمل ايه احنا؟ هنعمل ايه؟ هتشوفوا معايا بقى، خليكم معايا هتشوفوا معايا اليوم ايه كام. بصوا بقى، حطيت التوابل طماطم على بصل على ورق لورو الحبهان، كل التوابل حطيتها، التوابل اللي انتوا بتحبوها يعني. المهم هحط اللحمه اهي غسلها كويس قوي. بصوا غسله اللحمه خليها زي الفل وايه، وهنزل بيها بس مش دلوقتي، ما تبتدي تغلي هقوم نازله بيها. غليت اهي. بصوا بقى هنزل باللحمه، انزل كده باللحمه. هنزل بقى باللحمه ونرجع مع. بصوا بقى عملت الفراخ برضو. ده فراخ كده مقطعاه وحاطه تحتيها بصل، طرنشات بصل وطرنشات فلفل، ومتبلاها بقى، متبله الفلفل والبصل والحاجات دي. دي صلصه احط منها هنا. بصوا بقى هحط من الصلصه بقى ايه، معلقتين كده كبار. تمام اهو. هجيب فلفل اسود وملح. فلفل اسود على ملح كده. انا متبله البصل والفلفل، حاطه فيهم ملح وفلفل اسود، وحاطه التوابل بتاعتهم، الفلفل ودعكاهم كويس وفرشيهم كده، وحطيت عليهم الفراخ مقطعاها. تمام اهي. الفراخ بقى مقطعه الورك 2، عزومه يعني، تظبطي نفسك كده. تمام. طب ايه، وهحط بس حبه كمون بس كده. احط بقى عصره ليمونه كده واعصرها. اعصر الليمونه كويس، وبعد كده ايه اقلبهم. وادهن بقى بيهم الايه الفراخ. ادهن بقى بيهم الايه الفراخ كده، انتوا شايفين كده. يعني ايه؟ عشان تتبل كويس ويبقى الفراخ واخده من طعم الفلفل الاسود والملح والكمون والصلصه وكده، لكن تبقى متحدقه يعني، عشان الفراخ تبقى متحدقه. فانا حطيت ملح، والفلفل اللي تحت والبصل حاطه فيه ملح. لازم احط على دي ملح عشان دي كده الفراخ، انا بتبل كده الفراخ. تمام. هسيبها بس شويه عشان عايزه هعمل الكنافه الاول. يعني ايه، هحمر الكنافه في الفرن عشان بقى ايه الحلويات كده كده اما تبرد مفيش مشكله، لكن الفراخ والحاجات دي هعملها يعني اول ما الظهر يقدم. انا قايمه الساعه 10 كده، بادئه ايه
طبيخ. بس عامله معاكم طبعا المحشي من امبارح، تمام. عامله المحشي من امبارح. انا بادئه معاكم من الساعه 10 كده، بادئه ان انا اطبخ اللحمه والفراخ والحاجات دي. بصوا انتوا شايفين كده. وممكن يعني ببقى ساعات اعملها ايه، ساعات بجيب طماطم وافرمها في الخلاط، بس مش طماطم كتير يعني، وافرمها في الخلاط واحط عليها برضو التوابل، واقوم كبها كده على الفراخ، تمام. لازم كلها تكون ايه فيها كده ايه صلصه. المنظر ده هسيبها بقى شويه، هغطيها واسيبها شويه اما اعمل الايه، اما اعمل الكنافه الاول. الحاجه الحلوه الاول اعملها عشان اركنها على جنب، دي لو بردت مفيش مشكله، لكن الفراخ عايزاها تبقى سخنه، تمام. كده يبقى كده دي خلصنا منها. كده كده الفراخ بتنزل ميتها، كده كده الفراخ بتنزل ميتها وبتبقى ايه، يعني الميه بتاعتها بتسواها منها فيها. هحطها في الفرن دي على طول. ده كيلو كنافه، تمام. هعمل الكيلو على بعض، نص ونص، هعمله كله يعني. طبعا غاسله ايدي كويس بعد الفراخ والحاجات دي، انا غاسله ايدي كويس قوي. لسه كده انا جايباها من امبارح، جايبه الكنافه دي من امبارح، فايه عايزاها تتهري كويس قوي. ههرها كويس قوي ونرجع مع بعض. ده فرن على ايه، على احط زبده فرن على السمنه، تمام. يسيح فيها كده. عشان يبقى السمنه كتيره كده للايه، وعملتها بصوا. هغلفها كلها بالسمنه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بقى دي سمنه، دي سمنه على زبده. هقوم ايه، بصوا قد ايه، زي كوبايتين كبار. هقوم نازله بها كده. في ناس بتحط عليها سكر. كده كده انا هسقيها بشربات يعني، فمش عايزينها يعني الحاجه تبقى مسكره، او مش ناقصين احنا سكريات، تمام. المره دي هعملها ساده. بص كده، بصوا اللحمه اهي على النار. بقى هحط الايه، هحط الصينيه في الفرن، هحط الصينيه في الفرن. هعمل فاصوليا. بصوا يا جماعه، هعمل فاصوليا وايه. بصوا عملت التقليه اهي، طلعت كيس من اللي انا كنت مفرزاه، الصلصه اللي انا كنت مفرزاها معاكم، طلعت كيس على طول عشان اخلص يعني بسرعه. عندي طماطم بس قلت بقى ايه، بدل ما اعمل في الخلاط اطلع كيس على طول من اللي انا مفرزاه وايه واعمله. عملت الصلصه اهي وايه، وعندي وسلقه الفاصوليا سلقاها اهي، هحطها بس بعد ما تتسبك كمان شويه وايه، هحطها على طول في الايه، في التخديعه بتاعتها او التقليه وايه، وهتشوفوا معايا الباقي. بصوا هنا بقى ايه عملت هنا اللحمه، حاطه اللحمه في اللحمه هنا حطاها، حط عليها بصل، طرنشات بصل وطرنشات بصل وطرنشات فلفل. عامله لها قاعده كده يعني، طرنشات بصل على طرنشات فلفل، ومقلباهم بالتوابل بتاعتهم، فلفل اسود وكمون وملح وكده، ورصيت اللحمه وحطيت عليها ايه صلصه من فوق عشان تتحمر. دي ايه، عشان احطها في الفرن يعني تتحمر. دي بالنسبه للحمه زي ما انا عملت في الفراخ. تعال بقى اما اوريكم هنا عامله شوربه بلسان العصفور. هنا شوربه بلسان العصفور اهي، تمام. وهنا المحشي خلص اهو. بصوا المحشي خلص، عملته سويته يعني. عايزه اقول لكم ان العصر لسه مأذن حالا وانا خلصت الحمد لله. العصر لسه مأذن حالا وانا خلصت. وبصوا هنا صينيه الفراخ، عايزه اوريها لكم. بصوا جميله ازاي.
عامله برضو طرنشات فلفل على طرنشات معلش ان انا مش صورت لكم بالتفصيل، عشان طبعا انتوا عارفين العزومه والواحده بتبقى عايزه تخلص، مستعجله وعايزه تخلص. فاللي عايز يعرف الصينيه ده انا هعملها برضو معاكم تاني، يعني انا هبقى اعملها معاكم بس بالتفصيل، بس مش النهارده خالص. يعني انا ما عملتش معاكم النهارده عشان انتوا عارفين العزومه دي بتبقى ايه، الواحده بتبقى لوحدها متلخبطه. بصوا عملت كده طبعا الورك قسمه نصين، انتوا عارفين بقى ايه الغلا وكده، يعني بديكوا افكار، انا بديكوا افكار يا جماعه. الورك قسمه نصين، وبصوا ما شاء الله كبير وحلو، علشان يعني ايه اللي عايزه تعمل عزومه وما تكلفش، يعني ممكن اللي عايزه تعمل عزومه وما تكلفش عليها كتير، ممكن تجيب فراخ عادي وتقسم تجيب وراك وتقسم الورك نصين عادي، ومفيش مشكله يعني، والحاجه ربنا بيزيد فيها البركه. بصوا وعامله لحمه برضو يعني تمام. دي الفراخ اهي. بصوا هعملها معاكم بالتفصيل، اللي عايز يعرف طريقتها بالظبط هعملها معاكم بالتفصيل بعدين، يعني مش النهارده. تمام. دي بالنسبه للفراخ. وايه ايوه ملوخية طاسة انا جوعت. ولا الطبيخ وراك جوعتي؟ العيال جاعت يا ولاد، العيال جاعت يا ولاد، بس كده. والملوخيه خلصت. لا مش تقفل بقى. عملت كده رز بالشعريه اهو، وعملت المحشي، شايفين المحشي وجماله، حطيت عليه معلقه صلصه في القعد بتاعه عشان يبقى احمر وجميل كده تمام. وهنا عملت فاصوليا، عملت هنا فاصوليا اوريكم فاصوليا تمام. وعملت اللهم صل على النبي، صلوا على حبيبنا وشفاعنا. عملت هنا شوربه بلسان العصفور، بس الشوربه دي انا عاملاها من اول ما اللحمه عملت رحت انا عامله الشوربه، هسخنها عشان كده ايه خلاص فاضل بالظبط نص ساعه على المغرب، وهصور لكم السفره. ودي السلطات يا جماعه اهي، دي السلطات اهي، عامله سلطه وعامله مخلل، يعني حاطه اطباق المخلل واطباق السلطه في صينيه عشان ابقى اروح احطهم على طول. يعني ايه اول حاجه هحطها السلطات، وبعد كده بقى ايه اغرف بقى المحشي والحاجه تمام. مجهزه اهو الصواني والاطباق، ومجهزه اهو تمام، مجهزاهم. حط اللايك، احلى لايك. وبكده يا حبايبي رصينا السفرة أنا وأخت جوزي، أخت جوزي الصغيرة كانت معزومة عندنا، أنا عازمة مين؟ عازمة أخوات جوزي تمام. فإيه رصينا كده السفرة، وكنت بقى إيه بستنى هما يقعدوا وأدوهم بقى اللحمة والفراخ تمام، مش تنسي